من اكتر الافلام المتحمس اتفرج عليها في السينما الفترة الجاية فيلم اسمه قصص. بصراحة لا اخفيكم سرا، انا بحب نوعية الافلام دي. الفيلم بيحكي من منتصف الستينات لحد منتصف الثمانينات، الفترة اللي كانت فيها حروب وتقلبات سياسية، وهل الحياة اتغيرت في الفترة دي ولا لا. بصراحة الفيلم يعني من اكتر الافلام اللي متحمس اتفرج عليها في السينما، والفيلم هينزل يوم 18 في كل السينمات. بصراحة الفيلم وقت ما اتفرجت على الإعلان بتاعه عجبني جدا جدا. الفيلم بيضم كوكبة من النجوم، يعني زي نيلي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، وأول تجربة إخراجية للمخرج أبو بكر شوقي، وكمان الفيلم تأليفه. فبصراحة أنا متحمس جدا للفيلم ده. فيلم فيه مجموعة من القصص، زي قصة علاقة حب بين شاب مصري وفتاة نمساوية عن طريق الجوابات. بصراحة أنا متحمس جدا أتفرج على الفيلم ده وأقول لكم رأيي فيه، هل الفيلم حلو وتجربة تستحق المشاهدة ولا لا. فبصراحة أنا متحمس جدا للفيلم ده، لأني أنا بحب الأفلام النوعية دي، هي دي التايب بتاعي، هي دي النوعية المفضلة بالنسبة لي في الأفلام اللي بتحكي عن زمن قديم أو فترة زمنية قديمة. صراحة متحمس جدا أتفرج على فيلم قصص أول ما ينزل، والفيلم هيعرض زي ما قلت لكم يوم 18 في كل السينمات. وكالعادة لو عايز تشوفني تاني ما تنساش تعمل لي فولو، ويلا سلام.